هي قصة اسمها نور والقمر في شهر رمضان. تمام. في قرية صغيرة كانت عايشة بنت لطيفة اسمها نور، بتحب المغامرات والحكايات، وكانت مستنية شهر رمضان بفارغ الصبر، لأنه بالنسبة لها معناه قعدة حلوة مع العيلة وصلاة التراويح وفطار لذيذ بعد يوم صيام طويل. في ليلة من الليالي رمضان وهي قاعدة جنب شباك أوضتها بتتأمل القمر المنور، حصلت لها حاجة غريبة. القمر بدأ يتكلم بصوت هادي. القمر بيقول لها: مساء الخير يا نور، أنا القمر، أنا بشوفك كل ليلة بتبصي عليا. نور بتبص له باندهاش وبتقول له: إيه ده؟ أنت بتتكلم بجد؟ عمري ما تخيلت إن ده ممكن يحصل لي. القمر قال لها: أيوة، وعندي ليكي سر عن شهر رمضان. فتحت نور عينيها باندهاش وسألته: إيه السر ده؟ ابتسم القمر وقال لها: رمضان مش بس صيام عن الأكل، ده كمان شهر الرحمة والتسامح والعطاء. تحبي كده تيجي معايا وتخوضي مغامرة تعرفي فيها إيه؟ نور فرحت واتبسطت ووافقت على طول، وفجأة حست كأنها بتطير في السماء، والقمر خدها في رحلة سحرية حول العالم. قال لها: أنا هلف بيكي على كذا محطة. أول محطة هتكون عند البيت الجدة سلمى. أول مكان وصل له كان بيت جدتها الجدة سلمى، ست كبيرة عايشة لوحدها، بيتها بسيط لكنها كانت سعيدة لأنها بتقضي وقتها في تحضير الأكل لجيرانها الفقراء. نور قالت له: بس يا قمر هي صايمة ليه؟ بتطبخ ليه كل الأكل ده؟ القمر قال لها: عشان هي عارفة إن العطاء في رمضان له ثواب أكبر وكتير، وبتساعد اللي ما عندهم مش أكل. نور فهمت إن مشاركة الأكل من أجمل معاني شهر رمضان. خدها تاني محطة، ده بيت ياسر. وهم مكملين سمعوا صوت عيل صغير عمال يعيط. نور قربت تشوف ايه، ولقيت ولد اسمه ياسر قاعد لوحده زعلان لأن باباه متوفي من فترة. نور قالت له: مالك يا ياسر، انت بتعيط ليه؟ ياسر حزين عشان باباه مش موجود، وكمان بيقضي رمضان من غير باباه. نور زعلت جدا عليه وقررت هي كمان تفرحه. تاني يوم عزمته يفطر مع عيلتها، ولعبوا سوا لحد ما ضحك وقعد يتبسط كتير ونسي الحزن اللي جواه شوية يعني. القمر قال لها: برافو يا نور، في رمضان لازم نحس باللي زعلانين ونحاول احنا كمان نفرحهم. خدها المحطة الثالثة وكان مسجد كبير. بعد كده شافت ولاد بيقروا قرآن وناس بتوزع تمر ومية على الصائمين. نور قالت: ياه، كل الناس دي بتساعد بعض؟ القمر قال لها: عشان رمضان بيعلمنا التعاون والقرب من ربنا بالعبادة وعمل الخير. بعد الرحلة الجميلة اللي خدها القمر مع نور، لقت نفسها في أوضتها تاني وكأنها كانت بتحلم، لكنها فهمت معاني كتير. قررت إنها تكون أكتر كرم ورحمة وتعاون. تاني يوم بدأت نور تطبق اللي اتعلمته. ساعدت مامتها في تحضير الفطار، وزارت الجدة سلمى وجابت لها شوية حلويات، ولعبت كمان مع ياسر وفرحته، وراحت الجامع وساعدت في توزيع التمر للصائمين. وبكده عاشت نور أجمل رمضان في حياتها، وعرفت إن الشهر ده مش بس صيام، لكنه رحمة وعطاء ومساعدة الغير والتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وتوتة توتة قصة الحدوتة. حلوة ولا بنتوتة؟